انا مش فاهم بصراحه، يعني مش فاهم لزومه ايه العك في نهايه سنه، يعني ودعوا السنه وداع جميل، يعني 6 مباريات فيهم 3 تعادلات. ايه ده؟ ولولا الواد كالوشا شاف عصفوره في السماء قال اما نشل عليها في الدقيقه 86 من عمر المباراه بضربه جزاء صحيحه مليار في المية، صحيحه مليار في المية. كابتن ياسر بيحط ايد واحده جنبه والثانيه شغال بيها اشارج، يقول له سلام اديله ظهرك، احنا مالنا مديله ظهرك ولا مديله وش؟ حد قال لك تديله ظهرك؟ ايه يا جماعه العك ده يا اخوانا؟ ايه العك ده بجد؟ يعني انا مش فاهم يعني، بجد والله العظيم ما فاهم. يعني كولر بيألف عليه في نهايه السنه، يعني عاوز تأدي اعياد الميلاد 6 مباريات 3 فوز و3 تعادل. لو مشينا على هذا المنوال هنصارع من اجل البقاء، هنصارع من اجل البقاء والله. انا مش عارف اللعيبه مستهتره بالدوري ليه. 3 تعادلات في 6 مباريات، ماشي، صعبين جدا. الاداء امام انبي كان اداء ساذج جدا. اللعيبه تحس انها مثلا ايه، راحت الاستاد غلط، كانوا مثلا قال لها احنا رايحين حفله لحمو بيكا مثلا، ولا لحسن شاكوش، لو نفسهم مثلا ايه في الملعب هيلعبوا كوره وبتاع وكلام من ده، وبقى لهم مثلا 6 اشهر ما لعبوش كوره ولا حاجه بالشكل ده كده يعني. النهارده غضب جمهور النادي الاهلي عظيم للغايه، عظيم للغايه. كله عمال يهاجم وبقسوه وبشده مستر مارسيل كولر ما تاثرش بالاداء. اللعيبه بتلعب عادي كده، يعني عمالين يشوطوا في غابات السقان وغابات الصفاء، حاجاتك في الملعب يتحركوا بيها، ما يجي يخرب بيته. ايه الحكايه؟ مش فاهم، انا مش فاهم. وبعدين ايه تفتق ذهنه ان لا طلع مروان عطيه، مروان عطيه لما يطلع هو ده اللي احنا هنعمل بيه التغييره اللولبيه. لكن اللعيبه تحس انها مثلا ايه، حس يعني انتوا بتلعبونا ليه في الوقت ده؟ تحس لسان صدع، احنا عايزين نتنين قاعدين في الدفع، هاتوا لنا الدفايه ما ينفعش ننزل نلعب. الله يخرب بيكم. امال لو بتلعبوا في البريمير ليج والعيال بتلعب في عز الثلج وتحت الصفر قوي، اقسم بالله العظيم ده العيال بتوع انبي تفوقوا على كابتن طارق العاش اللي كان بيعمل حوائط اسمنتيه وخطط دفاعيه صلبه وصلبه صعب اختراقها. النهارده انت مش عارف. وبعدين حتى احنا العيال برضه احنا اللي حسبنا اللعيبه، قلنا الفاولات للاهلي ضربات جزاء، بدات تيجي الفاولات برضه يشوطها هو بعيده الكابتن وسام ابو علي، مع اما مرمى رضا السيد وخلاص قاعدين مع بعضين. يعني ما فيش فرص تهديفيه حقيقيه للنادي الاهلي. العيال في ال 18 انت مش عارف تبني فرصه، مش عارف تمرر اصلا. ال10 قاعدين مع حارس المرمى رضا السيد وخلاص قاعدين مع بعضين، احنا قاعدين مع بعضينا وكده. ويوم ما بيعملوا هجمه مرتده ولا كده ولا بتاع، تحس ان هم مثلا ايه، يعني خلاص العيال شكلوا خطوره على مرماه. ما شفتش انا 10-0 دي كلهم على خط ال 18، ما شفتهاش دي في الكوره خالص. شفتها في كره اليد بيلعبوا 7-0 او 6-1، بيلعبوا 10-0 او 9-1. هي دي الكوره يا جدعان. وبعدين ايه كله العيال خلاص انتوا بتلعبوا النادي الاهلي، فالعيال بيلعبوا بعنف شديد وغشم وغشم. لا بتوع الاهلي انتوا عارفين عيال عالميين خايفين على رجليهم.